الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أحبتي في الله، نلتقي معا في حلقة جديدة من برنامج ممارسات خاطئة في رمضان. ومن الممارسات الخاطئة التي تتعلق بعبادة التراويح، أولا بعض الناس قد ينصرف قبل انصراف الإمام، يقول أنه يريد أن يوتر آخر الليل، فله ورد من الصلاة في آخر الليل. هذا فوت على نفسه خيرا عظيما، وينبغي له أن يصلي مع الإمام إلى أن ينصرف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فإذا صلى العبد مع الإمام وأوتر مع الإمام وسلم مع الإمام، يضمن إن شاء الله تعالى قيام ليلة كاملة. ثم بعد ذلك إذا أراد أن يصلي فليصلي ما شاء أن يصلي، لكن دون أن يوتر، ولا بأس بالصلاة بعد الوتر. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا على الاستحباب ليس على الوجوب. فلا بأس أن يوتر العبد ثم بعد ذلك أن يصلي، إذا بدا له أن يصلي فيصلي ما يشاء، لكن دون أن يوتر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. ومن بعض الأخطاء أو الممارسات الخاطئة التي تفعل في عبادة الوتر، بعض الناس يصلي مع الإمام ويوتر مع الإمام، لكن عندما يسلم الإمام يقوم فيأتي بركعة حتى تشفع الوتر الذي صلاه مع الإمام. هذا الفعل وإن كان في ظاهره صحيحا، يعني الصورة الفعل صحيحة، لكنه خلاف الهدي النبوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك، والصحابة ما كانوا يفعلون ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم بين إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا كما قال، وإذا سلم فسلموا. فالذي لا يسلم مع الإمام هذا يخشى عليه أنه خالف الإمام، ويكون لا يخشى عليه أنه قد يفوت على نفسه خيرا، فليتأسى بالإمام وليعمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، وينصرف بانصراف الإمام فيسلم مع الإمام، ثم يصلي بعد ذلك ما شاء أن يصلي دون أن يوتر. أيضا من بعض ما يفعله الناس فيما يسمى بقضية نقض الوتر، بعد أن يصلي مع الإمام ويوتر مع الإمام ويسلم مع الإمام، يذهب إلى ناحية من المسجد فيأتي بركعة واحدة، فيقول: هذه الركعة تنقض الوتر الذي صلاه مع الإمام، لأنه يريد أن يصلي في آخر الليل فيوتر، فيظن أنه أوتر آخر الليل، وهو في الحقيقة أوتر 3 مرات: مرة مع الإمام، ومرة وحده في ناحية من المسجد، ومرة في آخر الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة. فالأولى والذي ينبغي علينا أن حتى لا يفوتنا الأجر العظيم ونضمن قيام ليلة كاملة، أن نصلي مع الإمام، وأن نوتر مع الإمام، وأن نسلم مع الإمام، وأن ننصرف بانصراف الإمام. فمن أراد أن يصلي بعد ذلك فليصلي ما يشاء، لكن دون أن يوتر. ومن البدع التي تتعلق بهذه العبادة المواظبة على قراءة سورة الإخلاص في الركعة الثانية. كثير من الأئمة يقرأ ما تيسر من القرآن في الركعة الأولى، أما في الركعة الثانية تقصد قراءة سورة الإخلاص. فتقصد هذا الفعل ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فليقرأ ما تيسر من القرآن، لكن دون أن يجعل هيئة معينة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من البدع الأذكار الجماعية التي تكون بين الصلوات، يصلون 4 ركعات وفي وقت الاستراحة بين ال4 ركعات، ولذلك سمي صلاة التراويح لأنهم كانوا يروحون بين الركعات، فيذكرون ذكرا جماعيا، إما أن يقرأوا سورة الفاتحة سورة الإخلاص معا، أو يذكرون الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير معا، أو يقولون اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا معا. فكل هذا من البدع التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز فعلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فقد كفانا المؤنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، بين لنا كل ما يقربنا إلى ربنا، وهو القائل: وإنه ما من شيء يقربكم أو يدخلكم الجنة إلا وقد أمرتكم به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.